ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين جديد بقى النهارده كده في اوضه النوم، قلت نصوره سوا. هو انا كنت ناويه اكمل معاكم الشقه، بس حصل ظروف، جالي تليفون كده فاضطريت انزل، فيا دوبك خلصت الاوضه وما كملتش. هنا بقى انا هبتدي اعلق الهدوم اللي كانت على السرير عشان عايزه اغير فرش الاوضه كله. هبتدي بقى اشيل الفرش كده عشان اغسله. مش عارفه ليه يا جماعه، وانا بشد الملاية من على المرتبه بحس ان في كهرباء، مش عارفه الكهرباء بقى دي عندنا ولا في حاجه من القماش، مش عارفه. هشربوا معايا قهوه. عايزه اقول لكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو عجبتكم، وكومنت جميل زيكم. عايزه اقول لكم اعمل ايه تاني، او طلعت ملايه فاتحه كده شويه، وهطلع المفرش كمان. والله يا جماعه بحاول اظبط الاضاءه دي، مش عارفه في ايه، مش مظبوطه خالص معايا. بصوا لولي واقفه فين. لولي دي بقى عضو جديد ما عندنا في العيله. بوريكم، ملك كسرت البخاخه بتاعت الملمع بتاع الخشب. بحط بقى كده على الحته وامسح، على ما اشوف بخاخه تانية احط افضيها فيها. ان شاء الله نعمل مع بعض روتين كده في الشقه. هو انا الصراحه نقلت نظام الريسبشن كله بس ما صورتوش. هبقى اعمل لكم فيديو سريع كده وانا بوريكم النظام الجديد. اكون مثلا بعمل غدا ولا حاجه واصوره لكم. بص فرشت الملايه بقى يا جماعه. الملايه دي تفصيل ايدي وحياة سيدي، انا اللي مفصله ملاياتي. بحب اعمل حاجتي بايدي. بشتري القماش واعمله 10/10. بصوا لولي بصوا كل حاجه لازم تحط نفسها فيها. ابتدي افرش بقى المفرش. انا كده لمعت السرير بقى، ناقص لي ايه؟ الكومودينات. اقعد شويه اخد نفسي عشان صدري بقى بيتعبني. اهي لولي، بوريكم لولي، بصوا. لولي دي كنا جايبينها عندها حوالي شهرين، جايبينها من العيد الكبير، قاعده مأنسانه اهي. بس يا جماعه والله انا كنت رافضه حوار القطه ده خالص. البنات نزلوا في العيد اشتروها وجم عند ستهم فاجئوني بيها، فيعني اتحطيت قدام الامر الواقع. فخلاص بقت واحده من العيله. لا وبحبها دلوقتي وبخاف عليها جدا. لما حد من عيالي بيجي يعمل لها حاجه بزعق له. كانت لسه عيانه قريب يا عيني، ما كانتش عارفه تمشي وكانت بترجع. لا 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 لا، والله مأساة مأساة، القطط دي صعبت عليا. لا وبتاعي ودكتور بقى وعلاج وابر. بقول امال بتوع الشارع دول ايه يا جماعه؟ ايه ظروفهم؟ هي بصوا نايمه ازاي على السرير، عاجبها المفرش. لا اله الا الله. عايزين بقى ايه؟ نبتدي نعمل اكلات سريعه كده برضو، ونبتدي نصورها وننزلها. بما اني مش عارفه ليه، يعني انا بصور لكم النهارده على الفيديو، انا هنزله النهارده. الفيديو ده بقاله بتاع حوالي اسبوع. عايزه اقول لكم ان انا قاعده النهارده حاسه اني متلجه. ابتدي المع بقى الدولاب كده. انا هشيل برضو الفرش ده واعمله بالشرشوبه، بس على الازاز. انا كنت عايزه اكمل الروتين بتاع بقيه اليوم كله، بس بصراحه ما منفعش، فاخدت المقطع ده بس كده وقلت انزله. يا رب بس يعجبكم. اقول لكم بقى ما تنسونيش في اللايك. اوعوا تنسوا اللايك، يعني انت بتتفرجي كده دوس على طول على اللايك. اللايك ده يا جماعه بيرفع الفيديو. يعني دوسوا انتوا، يعني يا اما تجيبوا التليفون وانا ادوس لكم عليه. اهو ببتدي الم الحاجه كده على التسريحه وامسحها. التسريحه دي برضو يعني ازعاج بصراحه، بس بتتعمل على طول اهي. انا كده بقى ابتديت اخلص خالص، وهوريكم الاوضه في النهايه، وهوريكم لولو برضو هي قاعده مش عايزه تسكت، واقول لكم يا رب الفيديو يكون عجبكم.
اقول لكم برضو ما تنسوش اللايك والشير. اقول لكم باي باي. لا نسيت لسه، مش هقول باي باي دلوقتي. بصوا رجعت لكم تاني. بصوا بقى انا هنا معايا معطر، انا كده مسحت الارض وفرشت المشايات، ابتدي بقى ارش معطر في الاوضه كده كده انا خلصت. باي.